بعد ما شاف أبوها اللي اسمه الحاج أدهم المنظر، شاف بنته ليلى مع ولد غريب بيعمل لها حاجة مش كويسة، جري عليه وهو بيصرخ فيه: أنت بتعمل إيه؟ وضربه بكل غضب، وفضل يشده بعيد عنها. أخوها عمر سمع الصريخ وجري بسرعة، لقى أبوه ماسك الولد وبيزعق للبنت. البنت وقفت مذهولة خايفة مش قادرة تتكلم. أخدها أبوها للبيت وقفل الباب وقال لها بصوت جامد: اللي انت عملتيه ده غلط، مش بس غلط، ده حرام. ربنا بيقول: ولا تقربوا الزنا، إنه كان فحشة وساء سبيلا. يعني حتى ما تقربيش من أي حاجة ممكن توصلك للغلط ده. ليلى كانت بتبكي بحرقة وقالت له بصوت مخنوق: سامحني يا بابا، أنا كنت غبية، مش هعمل كده تاني، بوعدك. بصلها أبوها وقال: أنا مش زعلان، بس أنا موجوع. اللي بينا ثقة وانتي كسرتيها، بس لو ندمتي بجد ربنا رحيم، وأنا كمان باباكي وراضي عنك. لو توبتك صادقة. ليلى حضنته وهي بتبكي، وعمر واقف جنبهم قلبه واجعه، لكنه قرر يفضل جنبها ويساعدها تبدأ من جديد.